حتى الشاورما بقت كدابه، اشمعنى هي يعني؟ لو اول مره تشوفوا وصفاتي لايك وشير للفيديو وسبسكرايب للقناه، وما تنسوش تفعلوا الجرس عشان يوصلك كل وصفاتي. صلوا بينا على النبي كده وركزي كويس قوي. الشاورما اللي قدامنا دي معموله من اللحم المفروم. لحمه مفرومه، ايوه لحمه مفرومه، عشان كتر في الكلام كتير ونبدا وصفتنا النهارده. بسم الله الرحمن الرحيم. معانا كوبايه من او عصير بصلايه كبيره، انا هصفيها كويس قوي من التفل وهاخد الميه بتاعتها بس. معايا من التوابل معلقه كبيره من بهارات اللحمه، معلقه كبيره من بهارات الشاورما، نص معلقه صغيره من الكربوناتو. لازمتها ايه بقى الكربوناتو معانا؟ الكربوناتو يا ستي هتديكي نفشه كويسه قوي في اللحمه ومش هتخليها تكش بعد ما نقطعها. ومعانا معلقتين من الزبادي، وهنظبط الملح بتاعها. قلبي كويس بقى وانزلي بنص كيلو من اللحمه المفرومه. طبعا اللحمه المفرومه اصلا كده كده الراجل بيبقى يعني عامل لنا عليها دهنه، مش محتاجين نحط دهنه يعني، اللي حابب يحط عادي يحط، والافضل انك لو عندك تحطي ليا يعني. بس كده هنعجن بقى كويس جدا. ممكن تحطيها في الكبه، اعجني بايدك بس اعجني عجن يعني مبرح. كل ما تعجني كويس فيها اللحمه هتتسمخ كويس وهتدينا نتيجه افضل. تمام كده. طيب هجيب بقى ستريتش راب او اي كيس بلاستيك عندك بس كبير شويه، واحط كميه اللحمه اللي عندي، اللي نخبط عليها كده بس كويس بايدينا. ليه بقى؟ لان الحركه دي او نحاول يعني نضغط عليها عشان ما يبقاش فيها هواء من جوه. لو فيها هواء من جوه او فيها فقاعات او فراغ، ده هيعمل معايا تلج جوه. احنا طبعا هنشيلها في الفريزر لمده يوم قبل ما نستخدمها، فده هيعمل معايا تلج من جوه. طبعا ده مش حاجه لذيذه يعني. تمام كده. نقفلها كويس ونسيبها يوم في الثلاجه، او مش لازم يوم، على حسب بقى قوه التبريد عندك في الفريزر ايه. المهم ان هي تبقى جامده معايا كده، بحيث عشان لما اقطعها تتقطع معايا شرايح رفيعه. هنقطع بقى، قطعي كده بالراحه. انا هنا جربت السكينه ديت، بعدين جربت بصراحه تبقى في التقطيع محتاجه السكينه اللي هي المشرشره دي، او اي سكينه حاميه عندك اللي يعجبك بقى. المهم تقطعيها طرنشات كده رفيعه، ما ترفعهاش قوي عشان ما تتفرولش منك يعني. وطبعا نحافظ على ان هي يعني اول ما تتقطع خلصي التقطيع على طول انزلي بيها في الطاسه على طول، ما تقعدش، لان كل ما هتقعد هتفك مش هتبقى ماسكه منك، هتبوظ يعني. تمام كده. هنقطعها بقى، نقطع الكميه بتاعتنا كلها عادي. عايز تقطعي نصها وتسيبي الباقي في الفريزر. الوصفه دي حلوه في ان احنا ممكن نحتفظ بيها في الفريزر اي وقت انت مكسله تعملي اكل مش عارف ايه كده، هتطلعي وتقطعي على طول، ما تاخدش ربع ساعه يعني. بس كده. معايا بقى بصلتين او بصلايه يعني، قطعها شرايح زي ما انتم شايفين كده. طماطميتين برده قطعي. شويه بقدونس حسب الرغبه يعني، بس هي دي الحاجه الاساسيه في الشاورما يعني، هم دول اللي بيدوا طعم كمان. بس كده. معانا بقى جريل او اي طاسه مش بتلزق. اهم حاجه يا جماعه مش بتلزق، علشان الوصفه بتاعتنا دي هتلاقيها بتلزق شويه. تمام. اي جريل عندك، طاسه تيفال، اي حاجه. هننزل بقى بالشرايح دي كده زي ما انتم شايفين، ما تاخدش وقت خالص، مجرد بس ايه احس زي ما انتم شايفين اللون بتاعها بتحول لمودي، اقلبها واحطها على جنب كده شويه، وانزل بباقي الوصفه. طبعا اللي انا طلعته ده لو انا الكميه عندي كبيره بطلعه في طبق على جنب عقبال ما اخلص باقي الكميه بتاعتي، عشان بس ما ياخدش سوا زياده مننا. تمام كده اهو، زي ما انا عملت كده. شايفين القطعه عامله ازاي؟ هنا بقى هتشم ريحه يعني ما شاء الله. ننزل بقى بالبصل. على فكره هي هنا كده استوت الكميه كلها. هنزل بقى بالبصل والطماطم بتاعتي، مجرد تقلبتين ثلاثه. انا مش عايزه اسوي البصل والطماطم، مش هيستووا خالص، بس ياخدوا تطعيمه اللحمه واللحمه تاخد منهم، وزي الفل كده. قلب قلب. وبعدين بقى ما تنسوش تذكروا الله وانتوا بتعملوا الاكل يعني، اي ذكر بالذات صلاه على النبي، هتلاقي فيه بركه في الاكل وطعم الاكل بسم الله ما شاء الله يعني. ادونا ثواب وخدوا ثواب برضه. طبعا هنا خلصنا وحطينا البقدونس بعد ما طفينا النار، ومعلقه صغيره من الطحينه. هنا بقى احنا عاملين جنبها شويه رز اصفر كده، عايزين طريقته اكتبوا لي وانا هكتبها لكم.